وهيحرق دمكم زي ما حرقتوا دمنا. انتهت مباراة الأهلي وإنبي بالتعادل 1-1. طبعا الأهلي الشوط التاني ما جاش، مش عارفين هو راح فين، تقريبا راح مباراة تانية. أنا مش عارف. طب نعمل لكم إيه أكتر من كده؟ مدير فني واتلككتوا بيه وشلناه، نجوم وجبنا، الإدارة عملت كل اللي عليها. فين لعيبة النادي الأهلي؟ انتوا عارفين أحسن حل للنادي الأهلي إيه؟ كل النجوم الكبيرة اللي جت دي تتشال، ويرجع تاني الأهلي بالفريق بتاع زمان اللي كنا بنكسب بيه كل البطولات. الفريق الطبيعي بتاعنا اللي ما فيهوش واحد متعالي، اللي ما فيهوش واحد بيقول أنا نجم، اللي ما فيهوش واحد حاسس إنه نجم، عشان انتوا كلكم مش نجوم. وعلى رأي عماد متعب، النجوم في السماء مش على الأرض. النجوم في السماء مش على الأرض. انتوا مين اللي عملكم نجوم أصلا؟ ده 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 قال ايه اليو ديانج ده؟ ايه ده؟ اليو ديانج ده اللي احنا كنا كلنا بنحارب عشان يقعد وما يمشيش. يا عم غور في داهيه. ده انت السبب النهارده في المصيبتين اللي حصلوا، مصيبه الشناوي والهدف اللي ما اعرفش انت نطيت على الواد ازاي بالغشوميه دي في منطقه الجزاء في الكره ميته، والواد وشه الناحيه الثانيه اصلا ناحيه المدرجات، يعني ما كانش فيها اي نوع من انواع الخطوره. ودخلت، لا هي ضربه جزاء حقيقيه وصحيحه، حقيقيه وصحيحه. بس الحكم المعرض اللي انا مش متعود اغلط في حد، زي يعني بيكيل بمكيالين هو وحكم الفار. طب فين لقطه بن شرقي؟ هياها الواد نط عليه وجابه على الارض في ضربه الجزاء في منطقه الجزاء. فين؟ ده احنا لينا ركلتين جزاء، عركله ونطه من فوق على الولد. طب فين دول طيب؟ فين؟ ليه كلب مكيالين؟ ليه جايبين لنا حكام تهدنا؟ احنا نستاهل معاك، بس لو لينا حق اديهولنا، عشان انتوا بصراحه اتحاد ما يعلم به الا ربنا، عالم زباله، كلكم اداره زباله وعالم زباله. اتحاد كره القدم واتحاد وبتاع ده ولجنه الحكام اللي جايبين لنا حكم اول مره نسمع عنه. إيه ليه سايبين لنا الحكام الدوليه وجايبين لنا واحد يتدرب فينا؟ انا مش فاهم. وبعدين ما لقاش حاجه في طرد الشناوي، لا كان الاول بيعمل له مديله كارت احمر على اساس الكره اللي لمست ايده، لا الكره ما لمستش ايده، قال لك لا طب تعالى بقى نشوفها، نديله حاجه ثانيه عشان الدنيا ما تقومش علينا. قال لك لا ده خلاص ده عرقل للواد ضربه في وشه. ايه ده؟ هو في كده؟ هو الفار جاي لمصلحه ناس مع ناس ليه وضد ناس ليه؟ ما تخليكم يا جماعه امنا، حرام عليكم، اتقوا الله. ده بالنسبه للحكام والفار، اتقوا الله، عشان انتوا ما عندكوش ضمير. انتوا كده خلاص الدوري شكله موجه. يا عم ماشي، احنا الدوري مش بتاعنا السنه دي، وانا بقولها اهو الدوري مش بتاعنا، بالنجوم المتقنعره دي، بالنجوم اللي هم اللي مش شايفين غير نفسهم في الملعب، وهم ابطال الدنيا كلها. مش هناخد لا دوري ولا هناخد اي بطوله السنه دي بالمنظر ده. ما تنتظروش اي حاجه من النادي الاهلي السنه دي والله العظيم. قبل ما البطولات تبدا وقبل ما الدوري ما يبدا وقبل ما نروح بطوله كاس العالم للانديه، اول ما لقيت كميه النجوم اللي جايه ديت، والله العظيم انا قلبي كان حاسس، قلت لا الموضوع مش طبيعي، مش هياكل معانا كده. ممكن الموضوع انا خايف الموضوع يقلب عكسي. الناس بعد ما كانت كلها بتقول الدوري هيبدا وهناكل كل الفرق وش خمسات وستات وسبعات، وبقينا نحلم. ده احنا بنحلم ان احنا بناكل فرق بال12 وبال20. احلموا. ما انتوا عندكم فريق اجدع. النجوم اللي بتتكلموا عليهم دولت خلاص عجزوا، ما مش بتوع كوره دلوقتي، كلهم المفروض يقعدوا دكه. يا عم خلينا في الفريق بتاع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي واحمد عبد القادر. طب والله يا احمد عبد القادر الواد ده مظلوم معانا يا جماعه، مش كده. قلتوا المدير الفني تعبان، وقلنا المدير الفني تعبان، وطلعنا وشتمنا في ميتين المدير الفني، صح تعبان. لكن انتوا بقى فين الروح؟ فين الجرينتا بتاعت الاهلي؟ فين روح الفانيلا الحمراء؟ فين البلاس 90 اللي نعرفها؟ فين؟ مفيش اي حاجه. ده انتوا ابيض. حرام عليكم. انتوا دمرتونا. انتوا جبتوا لنا المرض. انتوا خلاص. انتوا بجد الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا خلاص ما بقتش تفرحنا. احنا بقينا نخاف واحنا رايحين نتفرج على مباراه الاهلي، وبنتفرج على الاهلي مع انبي وخايفين، انا مش عارف. الشوط الاولاني عملناه كويس نوعا ما، طب فين؟ ما كملناش ليه بالهدف الثاني والثالث والرابع؟ ليه
هتقول لي فريق بيهاجم بس، طب ما هو كده سوري بيدافع بس فريق انبي، طب ما هو بيعمل كده مع كل الفرق، مش معانا احنا بس. هو فريق انبي جديد علينا؟ هو كابتن عماد النحاس جديد علينا؟ ما هو مش عارف فريق انبي؟ امال هنعمل ايه مع السيراميكا ومع ده احنا بقينا خايفين نلعب الفرق الثانيه بقى. امال هنعمل ايه تاني؟ طب هنعمل ايه مع الزمالك؟ انتوا بالوضع ده مع الزمالك احنا هنتاكل 3-4. وبعدين الجهاز الطبي، انتوا شايفين زيزو اشتكى قبل المباراه حتى بعد ما القايمه ما نزلت. يا جماعه ريحوه، اهو نزل واتصاب بعد 20 دقيقه لانه بيلعب وهو مصاب. لو انتوا ما عندكوش خبره اقعدوا في بيوتكم، ما عندكوش خلفيه اقعدوا في بيوتكم، لكن دي مش طريقه. مش طريقه، لا بقى في اداره ولا بقى في روح للعيبه، وفي مشكله شكلها كده في اوضه اللبس مش عارفين ايه هي. في حاجه غريبه يعني. حتى بعد قعده الخطيب معاكم والكلام اللي كلموه لكم اللي يهز الحجر، مفيش خالص. ما عندكوش اي نخوه، مفيش اي نوع من انواع الرجوله. قفشه نازل بيضحك. بتضحك على ايه؟ ده احنا متعادلين. بتضحك على ايه؟ قفشه انا استغربت من اللقطه، استفزني. انا بحب قفشه بس نازل في الدقيقه مش عارف 78 وتحس ان في برود كده. انا اعرف اللعيبه اللي بتبقى حاسه ان هي خسرانه نقطتين او نازله متعادله او ادائها مش كويس او مش مأديه اللي عليها او مش كسبانه، بيبقى نازل كله حماس عايز يجري ياكل النجيله. انا قفشه لقيته نازل بيضحك مبتسم. ايه ده؟ ايه ده؟ وايه اليو ديانج الميس باص اللي عمله والغشوميه بتاعته وكل حاجه يرجعها لورا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا كابتن عماد النحاس لو ملوش وقفه اللعيبه دي لازم يتخصم منها. لازم يبقى في وقفه جامده مع اللعيبه ومع الاداره ومع كل الناس. لا كده ما ينفعش يا جماعه. مش ده الاهلي. مش ده الاهلي اللي يبقى في المركز ال 15. ده احنا طول عمرنا احنا اللي بنحفل على الناس، دلوقتي احنا اللي بتحفل علينا. ليه كده؟ ليه؟ ليه 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 وصلتونا للمرحله دي؟ ليه؟ ده الواحد قعدت بعد المباراه الواحد مش عارف ياخد نفسه من كتر ما هو مخنوق ومتضايق. ليه كده؟ ليه كده؟ ان انتوا فريق زباله. عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ اعلى رواتب وبتاخدوا في الدوري المصري، اعلى عقودات واخدين. عايزين ايه تاني؟ اعلانات وعلى طول بتعمل لكم اعلانات. عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ خلاص هو الاهلي هو احنا كده خلاص ما عادش في حاجه اسمها اهلي كده بالطريقه دي ولا هنوصل تاني للمراكز. ده احنا دلوقتي بنحلم بس نخش المربع الذهبي. بنحلم. ده احنا بس يا رب ما نلعبش مع السبعه بتوع الهبوط ولا ال 11 بتوع الهبوط ولا مش عارف ايه. يا جماعه مش كده. ده احنا هنبقى في المجموعه الثانيه مش هنوصل لل10 الاوائل حتى. مش كده. مش ده الاهلي. انتوا ضيعتوا اسم الاهلي، ضيعتوا سمعه الاهلي، ضيعتوا روح الاهلي. مفيش يا جماعه، حرام عليكم. لعيبه ما لهاش لازمه. انا ما كنتش شايف لا شكل ولا طعم ولا لون للاهلي النهارده. انا مش عارف كانوا بيلعبوا ازاي اصلا. ايه العشوائيه دي؟ ايه العشوائيه دي؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ حرام عليكم. حرام عليكم والله العظيم. ده انتوا كرهتونا في المباريات اللي كنا بنستناها من الاسبوع للاسبوع. انتوا انا دلوقتي خايف اتفرج على المباراه الجايه. انا احتمال ما اتفرجش على اسمعها بس اسمعها ولا اشوف النتيجه. يا جماعه مش كده. الواحد كان بيفرح بالجون اللي بيه. وبعدين يا تريزيجيه انت عشان جبت جون تعمل للجمهور هص على ايه؟ ما انت نيله بقالك 10 مباريات. نيله منيله خالص بقالك 10 مباريات مش عارف تمسك الكوره زي ما تكون رجليك فيها اكياس رمل. النهارده اول مباراه تعملها عدله واول ما تجيب جون تعمل للجمهور هص. الجمهور مين اللي تعمل له هص؟ الجمهور ده هو السبب في البطولات بتاعت النادي الاهلي السنين اللي فاتت كلها قبل ما انت ما تيجي يا تريزيجيه. ما تنساش دي. احنا بنحبك بس ما ينفعش تعمل للجمهور هص. ليه تعمل للجمهور هص؟ ايه السلبيه اللي فيك دي؟ ليه كده؟ الجمهور بيهاجمك، ما انت عارف انه هيهاجمك عشان انت مستواك زفت. انت مستواك زفت. انت ما بداش مستواك يتعدل الا من مباراه المنتخب الاخيره، ودي اول مباراه ليك نشوفك عدل فيها. تقوم ساعه ما تجيب جون تعمل للجمهور هص؟ ليه؟ تعمل للجمهور هص ليه؟ الجمهور ده من غيره انت ولا حاجه. الجمهور ده انت من غيره ولا حاجه. ايه ده؟ هو كل واحد خلاص جاب جون خلاص يتنطط وشايف نفسه يا ما هنا ويا ما هناك؟ لا، انت ممكن الاهلي يمشيك من بكره عادي يعني، ونجيب واحد احسن منك حتى يا اخي اقل منك في الفلوس، بس الروح بتاعته تبقى حلوه. مش كده؟
اي لعيب متعالي على الكوره، اي لعيب حاسس نفسه انه نجم، لا يقعد على دكه الاحتياطي، ما يلعبش. وعلى راي كابتن الخطيب الموضوع مش بالاسماء، لا بالاسماء ولا بالعقودات ولا بالفلوس خالص. الموضوع بالروح، بالجرينتا في الملعب، بالاصرار، بالعزيمه، بحب الفوز وحب البطولات وحب النادي. انما الفريق اللي عمله النهارده دي كارثه. كارثه السنه دي، كارثه على النادي الاهلي، كارثه، سنه كارثيه على النادي الاهلي بمعنى الكلمه. السنه دي مش هنشوف فيها اي بطوله، السنه دي بالمنظر ده مش هنشوف فيها اي بطوله، سواء بمدرب مصري. والله لو جبنا احسن مدرب في العالم، شفتوا لو جبتوا احسن مدرب في العالم، لو جبتوا جوارديولا، مش هناخد بطولات السنه دي باللعيبه دي. انا بقولها اهو، لو جبتوا جوارديولا مش هناخد بطولات السنه دي باللعيبه دي. بس المشكله مش موضوع مدرب، والمدرب بيقول فكره وبيعمل تكتيك في الملعب وبيعمل خطط، ماشي، لكن اللي بينفذ انت فين بقى؟ اللي بينفذ فين؟ مفيش حد بينفذ، مفيش حد بينفذ. ده جراديشار في اخر كوره طالع يستلم من نص الملعب اللي هو المفروض يبقى جوه الصندوق. مفيش الناس مش فاهمه في ايه. ده ايه القرف ده؟ انا قلبي حاسس السنه دي سنه كارثيه على النادي الاهلي، مش هناخد فيها بطولات. بصرف النظر بقى الكابتن الخطيب قاعد، الكابتن الخطيب ماشي، ربنا يشفيه، بس انا بقول السنه دي احساسي بالنجوم اللي موجودين وبالشويه البلاليس اللي معانا دولت، والله شويه بلاليس. انا حاسس ان احنا مش هناخد اي بطوله السنه دي. ربنا يسهل ويطلع كلامي غلط، واتمنى ان يطلع كلامي غلط، واتمنى ان التحكيم يتعدل ويبقى عندهم ضمير. اتمنى ان يبقى عندهم ضمير، ولو اني اشك في الموضوع ده. انا عارف التحكيم ما عندوش ضمير خالص، ومع ذلك يعني في مباراه الزمالك والمصري ما كنتش عايز اتكلم عليها. المصري له ضربه جزاء صحيحه 100%، النهارده لينا ضربتين جزاء 100%. لا الفار بيعيد، ولا سوري، لا التلفزيون بيعيد، لا التلفزيون عادها بصراحه، التلفزيون عادها على اخص الثانيه اللي هي النطه اللي زي بتاعت اليو ديانج، عادها كذا مره. لكن اللعيبه ما فيش حد محفظها. يا جماعه لما تحسوا ان في حاجه لينا حقنا طلع الكوره. لا اللعيبه بتاعتنا عماله تباصي وترجع لورا ومكمله. طلع الكوره، خلي الحكم يبص على الفار، اضغطوا. ما بتعرفوش تضغطوا على الحكام؟ طالما ليك حق اضغط. ما بقولش اضغط في الباطل، بس اضغط لو ليك حق اضغط، لكن انتوا الكوره جات لكم، قعدتوا تباصوا وتلعبوا وترجعوا لورا، وزميلكم مخبوط وقع نفس الخبطه بتاعت اليو ديانج اللي خبطها للولد، هي واللي قبليها قصدي بتاعت العرقله. برضه قاعدين تلعبوا يا جماعه. طب ما ادوا فرصه الفار يشيك عليها، ادوا فرصه. لينا حق ناخده، ما لناش حق خلاص مش هناخده، خلاص ما لناش حق. لكن انا شايفها فيهم واحده 100% ضربه جزاء، اخت بتاعت اليو ديانج بالظبط. لكن يبقى لا تحكيم عدل، ولا لعيبه عدله، ولا بتاع ده مدربين عدلين، ولا اي نيله خالص. ليه كده؟ كابتن نحاس مش جاي ماسك العصايه السحريه هيطلع نار من الفانوس، ولا هيطلع عفريت. الراجل يعني كتر خيره، بس انتوا فين بقى؟ انتوا في روح اللعيبه فين؟ انا مش شايف. يعني نازل تشكيل حلو، بس فين بقى انتوا؟ ليه كده؟ حرام عليكم والله العظيم. جبتوا لنا الضغط والسكر، والله العظيم ده حاجه اخر قرف، والله العظيم بقت حاجه اخر قرف. السلام عليكم.